الحضور ديالنا في هذا الملتقى هذا على اساس ان تندعموا بحال هاد المبادرات اللي تتساهم اولا في التكوين ديال اطباء الاسنان وتترفع من المستوى ديال تقديم العلاجات للمواطنين. دونك اخيرا واولا هو المواطن هو اللي رابح في هذه المساله هذه، لانه بالنسبه لطبيب الاسنان او طب الاسنان على العموم تيطلب واحد التكوين مستمر ديال الطبيب، لان كاين واحد التطور علمي اللي تيشهدوا هذا القطاع في جميع المجالات ديالو خلال هاد السنين هادو. خصكم تعرفوا واحد القضيه، طبيب السنان راه تقرا باش يداوي جميع المواطنين، ما داش باش يداوي واحد الفئه بدون واحد الخير. حنا قرينا على اساس نداوي كاع جميع المستويات ديال المجتمع ديالنا، لاننا حنا هنا المواطن المغربي. حنا اليوم تنوجه واحد النداء للحكومه اللي تنهنيو على الثقه المولويه، على اساس انه النظام ديال المساعده ديال الطبيه ديال الرمد يولي تقدموا العلاجات ديالو في القطاع الحر، وهذا غادي يساعد بشكل كبير هذه الاشكاليه اللي كاينه في المستشفيات، لانه المستشفيات ما قاداش باش تلبي الطلبات ديال هذا المواطن، وبالتالي حنا تنديروا هذه باش المواطن البسيط اللي ما عندوش يلقى فين يدير العلاج ديالو عند طبيب الاسنان، وما تتبقاش واحد، الا بغينا نقول واحد لوبسيون، لا خصها تكون واحد اللي هو واحد الواجب اولا بالنسبه لطبيب الاسنان، واحد المساله بديهيه لاي مواطن يلقى طبيب ديال الاسنان ديالو.